السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير، وحشني تعليقاتكم والاشتراك في القناه عندي. النهارده احنا عملنا صينيه البسارية الجميله دي. طبعا احنا عارفين ان البسارية مفيده جدا للعظم، فقلنا نجربها وان شاء الله ولادكم هيحبوها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. انا عندي نص كيلو بسارية. انا بحب اشيل الدماغ بتاعتها، سواء بقى هقليها اعملها كفته اعملها في الفرن صينيه، بحب اشيل الدماغ. وعندي توم على ملح على كمون على شطه وبصلايه انا مخرطاها. لو انت عايزه تبشريها ماشي، عايزه تعملي حلقات زي الفل. وعندي شرايح ليمون اهيت. وعندي هنا قرن فلفل كوبي على قرن فلفل حامي عشان انا بحبها تبقى حاميه. وعندي طماطم انا مقطعاها، انا بحبها مقطعه، انت عايزه تعمليها حلقات حلو زي الفل. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي دي الصينيه بتاعتي، انا هنزل بقى بالبسارية كده في الصينيه اهو، واحاول افردها فيها كويس. واجي بقى احط عليها نص الحاجات دي، اللي هو الشطه على الملح على الثوم. اعملها كده كويس، اقلبها كويس فيها اهو لحد ما كلهم ايوه، عشان تبقى مملحه. وهراعي ان انا الملح اظبطه علشان لسه في طماطم وفلفل. هسويها بقى كده زي ما حضراتكم شايفين. لو عايزه تخلطي المكونات كلها مع بعض حلو برده، مش وحش اهو. على فكره البسارية دي مفيده جدا 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 لينا ولولادنا. انا بقى هنا هجيب الطبق بتاعي ده، هحط فيه البصل اهو وعليه الطماطم. انا بقى عايزه احطهم كلهم مع بعض، والفلفل. وهاجي بقى هنا احط بقيه الشطه على الملح على الكمون على الثوم. وهحط شويه ملح صغيرين علشان الطماطم طبعا تبقى يعني مملحه، يبقى الملح فيها معقول. وهقلبهم كويس مع بعض واحطهم على السردين بتاعي. دلوقتي يا حبايبي انا قلبتهم كلهم مع بعض وحطيت لهم ملح والشطه طبعا والكمون والثوم بتاعنا اللي كان موجود. ليه؟ علشان دي الطماطم تبقى مملحه شويه وتبقى الطعم فيها متعدل. هننزل بقى عليه كده. صدقوني اقسم بالله الاكله دي حلوه جدا ولادكم هيحبوها. احنا دلوقتي هنفردها كده عليها اهو زي ما حضراتكم شايفين. حاجه فعلا بجد عظمه العظمه. وهقوم جايه بقى اهو، انا فردتها كويس اهو. هنزل بقى عليها. هاجي بقى شرايح الليمون. شرايح الليمون دي اساسيه، بس البصل براحتك. بس والله بيفرق في الطعم اهو. البتاع دوت الفلفل الحامي ده برضو اختياري مش اجباري، زي ما ولادكم بيحبوه. وفي عصير ليمون اهو. اقسم بالله الاكله دي حلوه جدا جدا ومفيده، واصلا البسارية فيها فيتامينات كتير. انا بقى هنا مش هحطها في الفرن. انا دلوقتي ليه انا هحطها على البوتاجاز حوالي 10 دقايق. هولع عليها النار 10 دقايق على نار هاديه زي ما حضرتك شايفين كده، واسيبها شويه لحد ما تبدا المكونات دي تستوي معانا وتنزل ميتها. احط وبعد كده اقوم جايز، عشان انا الصراحه نسيت الزيت حقكم عليا، احط معلقه زيت صغيره بس كده مش كتير. وبعد كده احطها في الفرن تحمر. ليه؟ انا دلوقتي ببقى مستعجله جايه من الشغل، مستعجله ده يخلص معايا بسرعه. ويلا بينا نشوف هناكلها ازاي. دلوقتي ده يا حبايبي شكلها اما قربت تستوي معانا، فاحنا هنسيبها كمان 5 دقايق وبعد كده نحطها في الفرن. كده معانا بعد ما خلاص بقى نشفت والمكونات بتاعتنا بدات تستوي. احنا ليه نحط مثلا صينيه السردين او البسارية على البوتاجاز؟ انا دلوقتي مثلا بشتغل او بتاع ده جالي ضيوف على غفله، في حاجات ينفع تتعمل على الفرن بسرعه على البوتاجاز من فوق تسرق معايا الاحداث، وفي حاجات لا. يعني ممكن السردين نسيبه عادي على الفرن. لو عامله صينيه فراخ، صينيه بطاطس، كل الحاجات دي الا حاجه واحده، الا المكرونه البشاميل والجلاش الوحيد اللي لازم يتحط في الفرن على طول. وصدقوني اقسم بالله هتجربوا الوصفه دي وهتعجبكم. يلا بينا بقى نطفي عليها النار ونحطها في الفرن. دلوقتي يا حبايبي احنا هنحطها في الفرن لمده 10 دقايق بس، الوش يحمر. هنبص عليها يا على الروعه والعظمه، شايفين؟ يا هنسيبها 3 دقايق بالظبط تاخد لون كمان والريحه روعه، وبعدين نشوف هنقدمها ازاي. دلوقتي بقى يا حبايبي خلاص شكلها كده، ويلا بينا نشوف هنقدمها ازاي. وده يا حبايبي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. يلا بينا نشوف هناكلها ازاي. دلوقتي دي يا حبايبي صينيه البسارية بتاعتنا اهيت، وعملت جنبها سلطه خضراء وبطاطس محمره وسلطه بطاطس وبتنجان مقلي وفلفل بالصلصه وجبت جنبها جرجير. وبالهنا والشفا. يا رب وصفاتي تكون عجبتكم، وما تنسونيش في التعليق واللايك والاشتراك في القناه بتاعتي. مع السلامه.